يا بنات عاملين ايه؟ عايزاكم تسموا الله وتصلوا على الرسول. في بنات كتير طلبت مني ان انا ما اعملش الملوخيه، وانا قررت النهارده ان انا اعمل لكم الملوخيه وتشوفوا طريقتي في الملوخيه عامله ازاي. يلا بينا. هنا بقى نعمل الشوربه الكدابه للملوخيه. نحط مكعبين مرقه دجاج، نحط ملح بس ما تكتريش في الملح عشان خاطر ايه المرقه بتبقى حادقه. حاولي تظبطي ايدك في الملح يعني. حبه فلفل اسمر، وهنا ما نكترش الشوربه يعني ما نكترش الميه عشان ايه ما تطلعش مايعه مننا او صايصه. لو عايزه ميه بعد كده نحط لها، بس احنا ايه دلوقتي نحط حبه صغيرين. لو عايزه تحطي معاها بصل حطي. تمام كده. ممكن نحط معاها بصلايه ونسيبها لما تستوي. اهي البصلايه اهي هنقطعها 4 عشان ما تاخدش وقت في السوا. تمام، ونسيبها ايه لغايه ما تستوي، وكده نرجع تاني ايه نكمل. بص اول حاجه بقى هنعملها الملوخيه اهي نشفت وهنخرطها نحط عليها كده ونخرطه معاها. نحط ايه نحط الملوخيه بعد ما البصل استوي. بصوا بقى عشان تبقى مسكره وطعمها حلو، يعني مش مسكره في معسله يعني. حط لها ايه رشه سكر صغننه عشان اللي ياكلها يقول لك دي مسكره. حط انا بقى التوم وقطعين تومه بفلفل، شايفين تومه بقرن فلفل اخضر. ده فلفل رومي مش حامي عشان الفرعون الكبير الصغير ما بيحبش ايه ما بيحبش الحاجه الحاميه. بقى بنحمرها. ازاي هتعملي ملوخيه بطريقه الست المصريه؟ ازاي؟ انا اقول لك. بصوا بقى الحركه دي. شايفين انا بعشق بقى البصل ده كده فيها. شايفين بقى لسه بتصوري ازاي؟ انت اللي مدلله على شايفين الملوخيه والرز. يعني لو بألف هنا وشفا على قلبنا وعلى قلبكم.